السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. معكم إسماعيل أبو شادي، قناة عطور ريفيو، قناتكم المفضلة للزيوت العطرية والأدهان والمخلطات والعطور. زي ما كلمتكم الحلقة اللي فاتت إن إحنا هنتكلم عن عطر عجبني جدا في المعرض الخاص بالعطور اللي كان في الشارقة. اشتريت عطر عجبني جدا من هند للعود اسمه عطر طحنون، ومن كتر ما العطر عجبني أنا أول مرة جربته كان في هند للعود فرع الدمام. رشيته على ايدي، عجبني جدا، عجبني اداؤه، عجبني حاجات كتير فيه. فقررت ان انا لما هروح الامارات هشتري النسخة الكبيرة، لان احجام عطور هند للعود كلها بتكون 50 ملي، ولكن انا لقيت في المعرض النسخة ال 183 ملي. فبالنسبة لي النسخة دي، بما ان العطر عجبني، بدل ما اجيب منه 1 و2 3 انا عندي نسخة كبيرة. الحاجة التانية هي اوفر جدا من الناحية المادية. تمام. لو بدأنا الأول بالبرزنتيشن أو بإزاي العطر بيتقدم، زي ما احنا شايفين العطر ما شاء الله العلبة فخمة شيك جدا. عجبني قوي الفتحة دي اللي بتبين الجزء الميتال المحطوط على العطر من جوه. فالعلبة صراحة علبة شياكة جدا. تمام. بعد كده لو بصينا على الإزازة، إزازة شيك شكلها حلو قوي، تصميم استثنائي لما بتشوفه على طول مباشرة بتعرف ان ده البراند. تمام. ازازه شيك جميله، تصميمها المختلف الزوايا ده جميل. الكاب حلو طبعا، بس الكاب ده مش ميتال، مش زي مثلا فريجرانس دبوا او مثلا زيرجوف او مثلا روجادوف. كاب بلاستيك ولكن شكله شيك جدا. الجزء ده معدني. تمام. طيب ده بالنسبه للبرزنتيشن. نيجي بالنسبه للخط العطري بتاع عطر طحنون. طبعا طحنون اعتقد هو مسمى لاحد شيوخ وامراء الامارات. اعتقد ان براند هند للعود دايما بيحط الاسماء دي، زي شيخ محمد، زي مثلا عطر هوجس. تحس ان هي كلمات من التراث العربي الخليجي الاماراتي. فعطر طحنون الخط بتاعه خط خشبي سترسي منعش، خط فريش. وانا لو نيجي نجرب العطر هقول لك انت لو بتحب ايه يبقى العطر ده بتاعك، وليه انا اخترت العطر ده. نبدأ كده الاول نشوف السبراي. ما شاء الله السبراي جميل جدا. الاوبننج بتاع العطر جميل جدا. رائع رائع رائع. العطر لو انت بتحب كريدا فينتوس، ولو بتحب نيشاني هاتسيفات التركي، فالعطر ده مؤكد انه بتاعك، ولكن هو مش شبههم 100%. العطر نتيجة ان هو التوب نوتس بتاعته عندنا في الليمون الحامض، بعدين الهارت نوت حاطين عشبة اسمها الماتاي او معرفش اسمها ايه، المهم دي عشبة الشاي، ودي مديه اختلاف شوية في العطر. وعندنا قاعدة العطر فيه تحلب السنديان، وفي اعتقد نوتات خشبيه بس هم ما ذكروهاش على الموقع، وفي كمان الامبروكسين بيدي اداء جميل جدا للعطر. العطر يا جماعه اللي خلاني اشتريه، طب ما انا ممكن اجيب افينتوس وممكن اجيب نيشان هاسيفات. للاسف مؤخرا العطرين اللي هو افينتوس ونيشان هاسيفات التركي البرفورمانس بتاعهم بقى سيء جدا. انا فاكر اول مره اشتريت هاسيفات كان بيقعد معايا 12 ساعة فوحان اسطوري، وما زال هو عطر جميل، ما زال ان هو عطر جوكر. ده كمان عطر جوكر يصلح للرجال والنساء، يصلح لجميع فصول السنة، يصلح كاجوال، يصلح انك تستخدمه على فورمال لو انت لابس بدلة او. ولكن العطر اداؤه جبار. انا رحت امبارح ايفنت ورشيت منه العطر، انا شمه يعني المفروض انت ما بتشمش العطر قوي، اللي حواليك اللي بيشموه. العطر مش راضي يطلع من مناخيري من كتر ما هو البرفورمانس بتاعه ممتاز. تمام. اداؤه ممتاز، الفوحان بتاعه ما يقلش كفوحان. انا بتكلم انه يعمل لك هاله عطريه ساعتين مينيمم، ثباته على الجلد 7-8 ساعات على الاقل. على الملابس ما بيطلعش من الملابس. يمكن انا كنت لابس تي شيرت امبارح او امبارح ايوه، والنهارده بالليل بشم التي شيرت الريحه عليه كاني لسه رشاشها. فالعطر ده جميل جدا للناس اللي بتحب العطور الفريش السترسي
اللي فيها نوتة غريبة شوية، نوتة الشاي مدياله حتة ماسكولان شوية. الناس اللي تحب نوتة الشاي هيحبوا العطر ده. على فكرة نوتة الشاي بتدي جمالية للعطر. مثلا عطر كلايف كريستيان ماتسوكيتا في نوتة الشاي مخليه عطر متميز، فده اللي مخليه ان هو مش شبه قوي كريد فينتوس ونيشاني هاتسيفات، لان هو اعتقد اللعب في النوتات ده هو اللي مخليه على نفس الاكورد او الخط، ولكن باداء مختلف شويه. ان شاء الله تكون مراجعه عجبتكم، وباذن الله يكون في فيديوهات كتير. انا وعدتكم الفتره الجايه هيكون في فيديوهات جميله، وانا خارج دلوقتي فانا هتعطر من الشيخ من عطر طحنون. ان شاء الله تكون الريحه وصلتكم من كتر الفواحات بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.